الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مقاصد الذكر الحكيم. هذه هي الليلة 20 من شهر رمضان لعام 1447، ونحن نتدارس القرآن الكريم من سورة آل عمران. لا يزال الحديث مستمرا حول مقاصد هذه السورة في غزوة أحد التي حدثت في السنة الخامسة في السنة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة. تحدثنا عن فاتحة هذه الكتاب وأنها تتحدث عن التوحيد وأهميته ومكانته. مررنا بمخاطبة أهل الكتاب وناقشتهم هذه السورة العظيمة نقاشا عظيما مؤدبا قويا بالحجج والبراهين، مرورا بالمباهلة التي تراجعوا منها وخافوا. وكذلك مرت هذه السورة على أهمية مرحلة إبراهيم عليه السلام الذي كان حنيفا ولم يكن مشركا، وإنما كان موحدا لله رب العالمين. ثم تطرقت السورة موجهة خطابها إلى هذه الأمة، وموجهة لكثير من الآداب والحكم، خصوصا فيما يتعلق بالجهاد وأسباب النصر وأسباب الفشل والهزيمة. ولا يزال الحديث حول هذا. تطرقنا في الدرس الماضي عن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كما أننا تطرقنا أيضا إلى ما حصل من الصحابة من اجتهاد خاطئ أدى إلى عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدى إلى الفشل وإلى الهزيمة. ولا يزال الحديث مستمرا حول الفئة التي خانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكصت على عقبيها. سنرى كيف وجهت هذه السورة هذا الصنف من الناس، وكيف وجهت الأمة الإسلامية في التعامل معه. وبلا شك كما أن سورة البقرة قدمت البشرية في 3 أقسام، وهم المؤمنون المتقون والكفار الخلص والمنافقين. إذا كان هناك تنظيرا وبيانا عاما من حيث التقسيم، فإن سورة آل عمران بيّنت أعمالهم وأصنافهم وكيف يكونون من حيث العمل ومن حيث النموذج التوجيهي. لذلك تحدثنا في هذه السورة عن المؤمنين، ثم تحدثنا والآن سندخل كيف تحدثت عن الكفار الخلص، ثم كيف مرت أيضا وتحدثت عن المنافقين. باسمكم جميعا أرحب فضيلة الشيخ حسن سلمان. شيخ حسن، وصلنا عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وكان هذا الكلام بعد أن وجه ربنا عز وجل هذه الأمة لأن تكون من الربانيين، فقال: ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب. وقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، إلى أن قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ما مناسبة هذه الآية من حيث العموم في سورة آل عمران، ومن حيث الخصوص في سياق ذكر ربانيين في كتاب الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل من أفضل أنواع التفسير أو أنواع القراءة للقرآن الكريم وآياته والقراءة ضمن السياق، فإن السياق إلى حد كبير يخدم النظرة
ويحدد من المراد بهذه فلاحظ الآيات السابقة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. كان الحديث عن أهل الكتاب. أهل الكتاب. ثم دخل بعد ذلك في المعركة الدائرة بين المؤمنين والمشركين، وتحدث عن ما حصل في هذه المعركة من تخذيل فئة المنافقين وزعيم المنافقين وتخذيله لثلث الجيش. ثم جاءت لتعالج بعض الإشكالات التي حصلت داخل الصف المسلم، منها فشل بعض المجموعات أو ضعفها أو تفكيرها في إمكانية أنه تنحاز إلى إلى طائفة النفاق، وهذه التي قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ثم تحدثت عن قضية إشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل للمسلمين في تلك اللحظة من انقسامات، بعضهم انهار، بعضهم جلس على الأحجار، بعضهم ربما كاد يفارق حتى ساحة المعركة، بعضهم قال: موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه المعالجات لهذه الحالة. ثم تحدث عن ما ينبغي أن يكون الناس عليه، أن يكون الناس على مستوى الربانية، وكأي من نبي قاتل معه. ثم جاء مرة أخرى للحديث عن خطورة طاعة المنافقين، وعبر عنهم هنا بالكفار. لاحظ، عبر عنهم بالكفار: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه تعالج إشكالية إنه الذين فكروا في إنه ممكن يطيعوا هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى عالج الآن عدم طاعة الكفار من أهل الكتاب في الآيات السابقة، وعدم طاعة المنافقين في هذه الآيات. وسبحان الله كما في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أعظم ما يمكن أن يحمي الطائفة المؤمنة ويعصمها من الانهيارات الداخلية والهزيمة النفسية والتضعضع الداخلي هو عدم طاعة الكفار وعدم طاعة المنافقين. ألا تستمع إلى من هو عدو خارجي رافع الراية بصورة واضحة، أو أولئك الذين يخذلون من الداخل. وكشف الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الفئة أعظم كشف. يعني لاحظ، ما تكاد تجد يمكن سورة تتحدث عن الوضع الداخلي للأمة إلا وتحاول أن تتناول ظاهرة النفاق لخطورة هذه الظاهرة. ويمكن تكلمنا فيها بجلاء في سورة البقرة كيف أن الآيات أكثر ما تناولت النفاق، يعني من أكثر من الكفر. حتى الكفر تناولته في آيتين والنفاق تناولته في أكثر من 10 آيات. إذن هنا السياق يدلنا على أن خطورة طاعة المنافقين والاستماع إليهم أو الأخذ بآرائهم. لماذا؟ لأن مجهودهم يصب دائما في الردة، مصوبهم يتم في التخذيل، يعني يصب في التخذيل، يصب في إضعاف الطائفة المؤمنة. فناسب ذلك أن الله تبارك وتعالى بعد كل هذه الآيات، بعد هذه المعالجات، نبه إلى الإشكال الحقيقي وهو طاعة هذه الفئة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. جميل. بما أنكم ذكرتم شيخنا مسألة المنافقين، هذه السورة ذكرت المنافقين في أكثر من 6 مواضع. نعم. تقريبا. منها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. ومنها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. نعم. ومنها: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. نعم. ومنها: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. ومنها قوله: وليعلم الذين نافقوا. ومنها قوله: الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذه الآيات وتكرار أوصاف المنافقين على ماذا يدل شيخ حسن؟ يدل على خطورة ظاهرة النفاق، وأن هذه الظاهرة ستظل من المهددات الأساسية للطائفة المسلمة ولمسيرتها ولجهادها ولتماسكها ولاعتصامها، لأنها طائفة ترفع شعار الإسلام
وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتجد الحماية بذلك. يعني مجرد أن شهد الإنسان أن لا إله إلا الله حمى نفسه وماله وعرضه، مش كده؟ وهو كذاب. وهو كذاب، فهو كاذب في حقيقته هو، ولذلك هو في الدرك الأسفل من النار نتيجة لهذا. لكنه في دنياه التعامل معه تعامل المسلم، تعامل مسلم الظاهر. ولكن جهاده نوع خاص. يا أيها الذين اللي هو أن نجاهدهم جهادا عظيما بألسنتنا، يعني جهاد المنافقين أن نفضحهم، أن نبين عوارهم، أن نكشفهم، أن لا يتم التساهل معهم، أن نبين حقيقتهم للمجتمع المسلم. لماذا؟ لأن هذه الحالة مستمرة، وخطورة هذه الحالة دائما هي حالة في تخادم وفي تعاون وفي اتصال مع القوى الكافرة. يعني دائما هم يتمنون انتصار الكفار، دائما يسربون أسرار المسلمين للكفار، دائما هم عبارة عن الإطار الداخلي الرخو داخل المجتمع المسلم. وبالتالي الله سبحانه وتعالى هذا التكرار المستمر وهذا الكشف في كل حالة يبين لك خاصية من خصائصهم، خلق من أخلاقهم، طبيعة من طبائعهم، حتى تكون أنت الصورة عندك واضحة جدا. يعني الآن أنت هنا مثلا في سياق جهادي، ستأتينا أيضا في سورة النساء. يعني حيثما وجد بنية المجتمع المسلم القرآن يوجد هؤلاء ولا بد من كشفهم. نعم. ولذلك القرآن حرص على هذا الجانب. ولذلك في سورة أحد أكثر حالة تجلت فيها ظاهرة النفاق. يعني في بدر ما كانت، أنه ما خرجوا أصلا حتى يؤثروا في الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الإيمان وأهل الصدق، لكن الحالة الأخطر كانت في غزوة أحد. نعم. بالنسبة لهم وكشفوا. نعم. ولذلك هنا ناقشهم القرآن الكريم نقاشا عجيبا، منها مثلا قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يا شيخ حسن، نلاحظ أن القرآن هنا يأتي بأقوالهم ويرد عليها ويناقشهم ويجادلهم في سياق فيه شيء من الشدة والغلظة، كأنه يشير إلى قوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تعليقكم؟ طبعا بالنسبة للنفاق، يعني إن لم يتم مجاهدته بهذه الطريقة، أولا هم بحاجة إلى علاج لأنهم مرضى، والمريض لا بد من أن يعالج، والعلاج لا بد فيه من كشف. يعني أول شيء أنت تعمل عملية الكشف الكامل لهذا الإنسان، ثم تعطيه بعد ذلك الجرعة المناسبة من التوجيه الإيماني وكذا. هنا طبعا هم أزمتهم أزمة تصورات. يعني لاحظ الأزمة الأساسية بالنسبة للنفاق هي أزمة تصور، في أنهم ما قادرين يفهموا كيفية التعامل مع الله، ولا يستطيع أن يفهموا أيضا، لا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. ولذلك يعني عندهم مشكلة في مفاهيم القدر، عندهم مشكلة في مفاهيم النصر، عندهم مشكلة في مفاهيم الهزيمة، عندهم مشكلة في إنه والله لنا من الأمر أو ليس لنا من الأمر، عندهم مشكلة في التسليم، هم ليسوا مسلمين لله. عشان كده الله قال إيش؟ وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذا التردد وعدم اليقين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه الحالة من الاضطراب سببها تصورات، خلل في الإيمان، خلل في العقيدة، خلل في العلاقة مع الله، خلل في العلاقة مع الرسول، خلل في العلاقة مع الرسالة، خلل في التعاطي مع القرآن. هذه كلها هذه إشكاليات تصورية، لكن نتجت عنها أشياء سلوكية. وهذا طبعا كما يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول مبدأ كل علم النظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار، فإنها تتحول إلى تصورات، والتصورات تتحول إلى إرادات، والإرادات إلى أفعال، والأفعال إذا تكررت صارت عوائد. هي أخطر مرحلة هي أن تتكرر الأفعال لتصير عوائد. النفاق أحيانا يتحول إلى هذه المرحلة، يتحول إلى مرحلة أنه طبع على قلوبهم، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقرآن الكريم هذه الفئة يحتاج
يعني تحتاج عملية المعالجة فيها كما يسميها الأطباء العلاج بالصدمة، اللي هو الكشف، التعرية، ذكر ما فيهم من أخبار، حتى يكون المجتمع المسلم على حقيقة من أمرهم، وحتى يكونوا هم أيضا على بينة من أن الله سبحانه وتعالى مطلع على دواخلهم ومطلع على سرائرهم، فربما يعود ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. جميل. ثم قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ليبين خطورة المعصية في أيام الرخاء. نعم. وبعدها حذر فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ما كانوا أو كانوا غزا ما كانوا عندنا وما ماتوا ما قتلوا. نعم. إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قضية الموت في سورة آل عمران تكررت عدة مرات، منها في قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون. ومنها قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومنها قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنها قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. ومنها قوله تعالى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ومنها قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون كل نفس ذائقة الموت. هذه الآيات وبلغت 8 آيات تتحدث عن الموت بقوة في سورة آل عمران، ولا أعتقد أن ثمة سورة ذكرت فيها الموت بهذا الشكل، ويكفي في ذلك أنها ذكرت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني ذلك يا شيخ حسن؟ طبعا هنا شيخنا يعني الصورة نحن ذكرنا من بدايتها أن من مقاصدها الجهاد والمرابطة والربانية والإقدام وتقديم كل ما تستطيع أن تقدمه في سبيل هذا الدين. أكثر ما يخشاه الناس في إطار التصدر للإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ما الذي يخشونه؟ الموت. يخشون الموت، وهو أشار الله عز وجل إليه في الصحابة نعم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. تكون. هذا الوضع حالة فطرية، الإنسان دائما حتى المؤمن يخاف. نعم. يخاف، لكن القرآن ماذا يفعل؟ يحاول أن يعزز فيك معاني تخفف فيك هذا الخوف. أول شيء أن الموت حتمي، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كان قرار إلهي، الله هذا قرار إلهي. طيب يبقى بعد كده إنه والله أنت مفروض تتخذ القرار الحاسم في أن تكون الميتة في سبيل الله ولا تكون ميتة عادية. هذا ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. طيب النقطة الثانية أكد لك أنه ما في شيء اسمه موت قبل الأجل، يعني كل نفس ستموت في اللحظة التي قدرها الله لها، وبالتالي لا تقلق. عشان كده علي رضي الله عنه كان يقول أي يومين من الموت أفر، يوم قدر أو يوم لم يقدر. يوم قدر لا أرهبه، ومن الموت لا ينجي الحذر. فإذا أنت أيضا يؤكد لك القرآن في هذه السردية أن والله النفوس التي ستلقى الله سبحانه وتعالى ستلقاه بأجلها. طيب النقطة الثالثة أكد لك أن الموت في سبيل الله هو أسمى أمنية يفترض أن يسعى إليها المجاهدون في سبيل الله، لأنها شهادة في سبيل الله، اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنت ما دام الموت حتمي وما دام أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى افترض أن تلقاه وهو راض عنك، وأن تلقاه كذلك وأنت سائر على هذا الدرب الذي سلكه الربانيون وسلكه الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون. إذا هذا الدرب مسلوك. إذا أردت أن تكون مع هؤلاء
فيجب أن توطن نفسك للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لعل هذه السردية سبحان الله تعالج هذا الإشكال في النفس البشرية التي تعتمل في دواخل الإنسان. لكن بالنسبة للنفاق أهل النفاق عندهم تصور بأنه والله يا أخي الموت ينال فقط الذين يخرجون إلى ساحات القتال، ويتجاهلون بأن والله يمكن للإنسان أن يموت وهو بين عياله وبين أسرته، يأتيه الموت بلدغة يعني عقرب أو بلسعة ثعبان أو غير ذلك. شيخ حسن، ذكرت كلاما جميلا أن هؤلاء الناس مرضى. نعم. وكأن القرآن أيضا يشير إلى ذلك. نعم. في موضعين في آية واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الأمر كله لله. نعم. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ذكر هنا النفس. نعم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم قال بعدها هنا الشيء العجيب: نعم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ما الفرق بين الصدور وبين القلوب؟ ثم قال: والله عليم بذات الصدور. نعم. يعني أنت أشرت إشارة خفيفة أن هؤلاء مرضى. نعم. والمرض عادة يكون مرض القلب. نعم. نعم. مرض القلب، نسأل الله العافية والسلام. يعني هم قلوبهم يعني إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنهم يعني إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. ما الفرق بين ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم؟ الله أعلم. شيخنا أنت ذكرت هذا وأشرت إلى هي على كل فيما يتعلق بأن القلوب فيها موضوع الأمراض وفيها العلل، فيها الإشكالات، فيها القلب الحي، فيها القلب الميت، فيها القلب السليم. لكن هنا تحديدا ما الذي في الصدور وما الذي في القلوب، هذا الذي أتوقف فيه. يعني ما الذي في القلوب وما الذي في الصدور؟ المفسرون قالوا الصدر في اللغة هو الوعاء الظاهر الذي يحتوي القلب. نعم. ويقصد به غالبا ما يظهر من الخواطر والوساوس والشكوك، ما يعتري النفس من خوف أو اضطراب أو نفاق. أي أن الابتلاء يكشف ما يخفيه الإنسان في نفسه من أفكار ومشاعر. معنى ما في قلوبكم: القلب هو مركز الإيمان ومركز النية، مركز العقيدة، مركز الإخلاص. ولذلك قال: وليمحص أي ينقي، يطهر، يخلص الإيمان من الشك. وهذا ما أشرتم إليه في معرض كلامكم، أن هؤلاء مرضى ويحتاجون إلى كذا. هذا هو الفرق. لكن سبحان الله، يعني لاحظ الكلام جميل والله. يعني كأنما الله سبحانه وتعالى يكشف أحوال النفوس من خلال الصدور. نعم. بحيث ربما تظهر حالات الصدور على الجسد أيضا. نعم. مش كده؟ تظهر على الجسد، يعني ما يعتمل في الصدور يظهر على أجسادهم. نعم. في شكل خوف، في شكل اضطراب، في شكل، ولذلك قال: ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم. حتى في الألسن. صحيح. وبالنسبة للقلوب هي مخزن اللي هو وعاء الإيمان، إذا صلح ما معناه يا شيخنا، وهذا حقيقة كلام دقيق أيضا، أيه. أن الصدر أوسع من القلب. أوسع من القلب. نعم. فالصدر يحوي القلب ويحوي كل الخلايا التي تحمل القلب وغير القلب. نعم. صحيح. فهنا كأنه رب العالمين يقول، ولذلك ختم بقوله: والله عليم بذات الصدور. نعم. نعم. لأن الصدور هنا يعني اشتملت على الأمرين، على القلب وما يحوي على الصدر والقلب وما يحويهم. نعم. نعم. فهنا ولذلك محل الإيمان ومحل الإخلاص ومحل اليقين ونبذ الشك هو القلب. نعم. وهنا قال: وليمحص ما في قلوبكم. لعل هو هذا الفرق، والله أعلم. وأنتم أحسن الله إليكم أشرتم إليه بذلك. طيب شيخنا أحسن الله إليكم وزادكم الله من فضل يا أيها الذين آمنوا. هنا تحدثنا عن قضية الموت وأنها حقيقة، وذكرها الله عز وجل القرآن في كل مكان، وربى المسلم على هذا. ودخل على قضية
كبيرة نحن نحبها جميعا، وهي النصر. هي النصر. قال سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن قبلها قال، ولا أدري ما المناسبة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لا أدري ما مناسبة ذكر هذا الخلق العظيم في وسط التوجيه، توجيه المنافقين والتحذير منهم والتذكير بالموت، وأنه حقيقة لا بد منها، وأن الله يمحص ما في القلوب. فجأة يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما الذي تفهمه من هذا الشيء؟ أحسنت. لأن هنا طبعا في قضية مركزية بني عليها قرار المعركة، وهو شورى المؤمنين، وهل نخرج أو لا نخرج. والتزام النبي صلى الله عليه وسلم لقرار الشورى. ثم وهو يعالج الآن العلل والإشكالات. يمكن لأهل النفاق أن يقولوا: قلنا لكم وهزمتم. ففي ظل هذه المعمعة ثبت الله فكرة أو مركزية الشورى. لا تحاول يا رسول الله أن تتراجع عن قضيته. فما حصل لك، فما حصل لا ينفي ما فعلته أنه صحيح. الجماعة ما دام أن القائد قام بما يجب واستشاروا، يجب أن يرضوا بعد ذلك بقضاء الله فيه. نعم. فلا يمكن هنا لأهل النفاق أن يحاول يسجلوا هدف زي ما يقول. لا، نحن قلنا لا أبدا. نعم. شورانا صحيح، قمنا بما أمرنا الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا لوم عليه، بل هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى كان رأيه ضد الخروج، مش كده؟ لذلك بعدها بكم آية تأييدا لكلامكم شيخ حسن. نعم. قال بعدها بكم آية: وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله. نعم، هي كذلك. موضوع إنه والله، وهذه للأسف الشديد كثير من الجماعات تقع فيها، وتسمعها. يعني كل ما حصلت معركة للمسلمين يبدأ الناس في خوض. وهنا لذلك كان ينبغي علينا أيضا أن نشير على منافقي زماننا هذا. نعم. الذين كانوا يقولون: ماذا استفادت غزة من حربها ضد الصهاينة؟ ألم يكونوا في دعة وفي منعة وفي أمن وأمان؟ ما الذي جعلهم يتحركون وما هي كانت النتيجة؟ قتل 70,000. أليس هذا كان كلام هذا كلام المنافقين؟ يؤيد تماما. لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتل. نعم. نفس الكلام، هي نفسها. ويتردد المنافقون في كل زمان ومكان. أبناء. ولو استمع الناس شيخنا إلى أهل النفاق لما قامت للتوحيد راية. صحيح. ولا ما قامت للمؤمنين دولة، ولا ما كان هنالك اصطفاء لله، اصطفاء الله سبحانه وتعالى لمن يستشهد في سبيل الله، ولا ما كان هنالك نصر، ولا ما كان هنالك غلبة. لم يكن شيء. لماذا؟ لأنهم يؤثرون السلامة في كل شيء. يعني هم يريدون حياة لا ابتلاء فيها، لا موت فيها، لا قتل فيها، لا مجابهة فيها، لا سجون فيها، لا اعتقالات فيها. وكما يقولون يريدون منهج السلامة لا سلامة المنهج. هذه الإشكالية. يريدون ذلك. سبحان الله. ولكن أيضا انبرى لهم من أهل العلم والفضل من ردوا عليهم. نعم. وأفحموهم، والحمد لله الذي أظهر الحق. هنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. توجيهكم للقادة الذين يعني ربما ابتلوا بشيء من الغلظة والفظاظة وعدم استشارة من حولهم من المسؤولين، واتخاذ القرار بمركزية دون مشاورة. وهذه فرصة حتى يعني نذكر إخواننا من ولاة الأمور والحكام والقيادات والأساتذة والمدرسين ورؤساء الشركات والمراكز الإسلامية وغيرهم، بحيث يفرقوا بين المركزية الناجحة والمركزية الغير ناجحة. خلينا نقول بأن هنالك صورة كاملة اسمها صورة الشورى. يا سلام. اسمها صورة الشورى. في قلب هذه الصورة وردت منظومة القيم التي تتأسس عليها الولاية الإسلامية.
قضية العدل، حاكمية الشريعة إلى غير ذلك. لكن من ضمنها سبحان الله قول الله تبارك وتعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني تكلم عن الاستجابة لله، وتكلم عن الصلاة، وتكلم عن الشورى، وتكلم عن الإنفاق، والإنفاق يتضمن الزكاة. إذن هذه أصول أصول النظام الإسلامي. أنت لا يمكن النظام الإسلامي الذي يتأسس على عقائد وتصورات، ويتأسس على شعائر وتعبديات، ويتأسس كذلك على تشريعات وأحكام. من ضمن هذه المسألة أن الشورى أساس في النظام السياسي الإسلامي، ولذلك أكد هنا بعد الهزيمة، بعد الذي حصل، إنه حتى لا يحصل انتكاس للناس، ولا يقول واحد والله بسبب الشورى نحن حصل لنا ما حصل، أكد أيضا على الشورى وشاورهم في الأمر. سبحان الله. ثم أيضا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يوافقهم ويحملهم حملا على رأيه. ربما هذه هي الفظاظة التي ربما يشير إليها الآن: ولو كنت فظا غليظ القلب. هو خلاص هو عنده منهج ما أريكم إلا ما أريكم إلا هذا منهج فرعون. منهج فرعون. هاي منهج فرعون. لا، الله سبحانه وتعالى كانت نهايته هلاك فرعون. جعل نبيه صلى الله عليه وسلم رحيما، جعل نبيه رؤوفا، جعل نبيه يستشير، جعل نبيه يستمع، يأخذ، رغم أنه مؤيد بالوحي. لكن أنت تريد أن تقود ناس، ومستحيل أن يخطئ عليه الصلاة والسلام لأن الله يوجهه. نعم. لكن هنا لأنه بشر، ولأن أتباعه لم يحصلوا ولن يحصلوا ما حصله من الوحي، فبالتالي يجب عليهم أن يسيروا بما يتفق مع بشريتهم. أحسن. وخطورة أن يتحول القائد إلى شخصية قاسية، شخصية انفرادية، شخصية مستبدة، قال: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. دعني أقرأ عليك ما أشرت إليه من سورة الشورى. قال سبحانه: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة الأولى. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه الصفة الثانية. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه فيها عدة أوصاف. فيها الصلاة والشورى ومما رزقناهم ينفقون والاستجابة. نعم. تسليم المطلق لله عز وجل. نعم. حوالي 5 صفات. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ما في هنا جبن، لا، العزة، ولا في إنما خاصية العزة، ولا في خوف، كرامة. نعم. ولا في إنما في كرامة. وفيه يعني رد الظلم. يعني انك انت رد الظلم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ليس اذا اعطاك اذا صفعك في يمينك فناوله يسارك حتى يصفعك. نعم. ليس هذا منهج الاسلام ابدا. صحيح. وأنا منهج الاسلام: والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. نعم. الصفه مهمه. ثم قال: وجزاء سيئة مثلها. هذا معرض العدل الذي انت ذكرته شخصا. نعم. فمن عفا واصلح فأجره على الله من الإحسان. إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. يعني شوف هذا التسلسل. يعني لاحظ الآن نحن في أقل من نصف صفحة. يعني أنت لو أردت أن تتكلم عن كل واحدة من هذه الفقرات تحتاج فيها ما شاء الله إلى أيام وأسابيع كمان. يعني تفصيل الاستجابة لله. صحيح. هذا من بلاغة القرآن. أي نعم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. كنتنياهو وترامب. نعم. الذين يظلمون الناس بغير حق. نعم. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. خاتمة هذه الآيات حقيقة جميلة جدا. ما يحصل بين المؤمنين من قتال ويحصل بينهم من فمن أخذ حقه أو استطاع أن يأخذ حقه ولكنه صبر ومال إلى الغفران والمسامحة فإن ذلك من عزم الأمور. أنتم علقتم على هذا، فقط أحببت أن أؤكد ما ذكرتموه. جزاكم الله خيرا. طيب، جميل. نعود إلى الآيات المباركات. بعد أن أكد ربنا عز وجل على قضية الشورى قال، وهنا ربط أيضا غريب وعجيب، قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم
فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب، هنا أقمنا الشورى نعم. وقبلنا رأي الآخرين ونزلنا في المعركة وحصل فشل. ما مناسبة إن ينصركم الله فلا غالب لكم؟ نعم، هو طبعا السياق فيه لو لاحظت قضية الأمر لله، قل إن الأمر كله لله. لكنه مرتبط بالسنن طبعا، يمكن تكلمنا فيها قبل ذلك، يعني منظومة السنن التي لها علاقة بالنصر ومنظومة السنن التي لها علاقة بالهزيمة، لكن كل ذلك يجب أن يكون في إطار أقدار الله الكونية، يعني في نهاية المطاف لا يقع في كونه إلا ما يريد. والمنافقون لا يستوعبون هذه القضية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، بما فيه قضية النصر والهزيمة. لكن هنا مباشرة لا بد أن ترجع إلى الآيات الأخرى، كيف حدد لك نمط الهزيمة وكيف حدد لك أيضا طبيعة النصر. هو قال لك والله أن النصر من الله، مش كده؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. طيب، هنا تأتي قضية إن يخذلكم. هل الخذلان الله تبارك وتعالى يخذلنا دون أن يكون منا شيء، ولا والله الآية السورة عالجت هذه المسألة، قالت أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو إيه؟ قل هو عند أنفسكم. كأنها تقول احذروا من خذلان الله. أيوة، احذروا من خذلان الله المبني على معاصيكم وذنوبكم. أي على معاصيكم، لأن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من مصيبة. نعم. وكأنها أيضا تشير نعم على وكأنها تشير أيضا بخفاء على أمر مهم، وهي وإن قمتم أنتم بكافة الإعداد وكافة الطاعة والاستقامة وقمتم بالمشورة، فهذا لا يعني أنكم يعني لستم بحاجة إلى نصر الله، بل إن النصر لفتة عقائدية. لفتة عقائدية، كأن الله يقول أن بعد ما قال فبما رحمة من الله، يعني هنا موضوع مدح. نعم. ثم يأتي بعد ذلك إن ينصركم الله فلا هذه ما الرابط؟ نعم. وهذه سبحان الله عود إلى الهجرة. لاحظ كيف أن الله تبارك وتعالى يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ كل التدابير، ومع ذلك لحق به أهل الشرك ووقفوا على الغار على المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وأبو بكر هنا يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا. فأحد شيوخنا نسأل الله يحفظه ويبارك فيه كان يقول لي أراد الله أن يقول لرسوله هنا أن كل هذه الإجراءات إن لم تكن معك المعية الإلهية لا تعني شيء. لاحظنا؟ نعم. كل هذا لا شيء بلا معية، ولذلك إن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله معنا. نعم. فإذا معية الله هي التي تحميك. وهنا تأتي سبحان الله قضية قضية القلب لله واليد للإعداد. نعم. أنت عد جهز، لكن إياك أن ينصرف القلب بأن يتعلق بالإعداد المادي. صحيح. وتتصور بأنه والله اليوم ما شاء الله الأسلحة كثيرة والعدد كبير وكذا، تحصل لك هزيمة حنين. صحيح. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. صحيح. فالله سبحانه وتعالى يربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين إلى قيام الساعة أنكم مأمورون بالجهاد والإعداد والاستشارة والأخذ بالأسباب، ولكن قبل ذلك كله مأمورون بأن تتعلقوا بالله. يا سلام. تتعلقوا بالله، يعني هذا القلب لا تصرفه إلى غيره. لماذا؟ لأن النصر عندي، فاستمطروا النصر من عند الله عز وجل، لا تستمطروه من أحد ولن ينزل. ولذلك من اللطائف القرآن النصر يأتي بكلمة جاء أو يجيء. جاء نصر الله والفتح. جميل. حصل. فجاء دائما، جاء الحق، جاء النصر. جميل. هو عبارة عن وصول. نعم. فهو له منطلق. أيوة، ومن خارج المنظومة. نعم. حصل. من خارج المنظومة. فمثلا فرعون يقول أولو جئتك، موسى عليه السلام يقول لفرعون أولو جئتك بشيء مبين. معناه سيأتي به من عند الله. من عند الله. نعم. فرعون لأنه طاش قال له فأتي به.
إن كنت من الصادقين. أي فهو متصور أنه من داخل البيئة ومن داخل فالنصر من الله والحق من الله، وأنت محتاج في الحق إلى معية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الآيات فعلا، هذه اللفتة منك جميلة جدا، في أنه إن ينصركم الله فلا غالب وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. وتأكيدا لكلامكم أحسن الله إليكم شيخنا أن الله ختم الآية فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم سبحان الله، شيء عجيب. نعم. يعني أنتم لا يغرنكم كونكم أعددتم وكونكم شاورتم نبيكم وكونكم خرجتم، كل هذه أمور طيبة، لكن هناك أعظم من هذا كله، وهو توحيدكم واعتمادكم على الله عز وجل في النصر، لأنه هو الذي يؤتي النصر وليس غيره. لأن أخطر ما في النفوس أن تتعلق بغير الله. نعم. إن تعلقت بغير الله هذا عامل الهزيمة، حتى ولو جهزت وأعديت وفعلت كل شيء، لكن نزع الله منك معيته ووكلك إلى مادياتك ووكلك إلى إعدادك، فإنك أنت مخذول ومهزوم. إذن عوامل النصر والهزيمة في الحقيقة هي مرتبطة بالطاعة، مدى الطاعة لله عز وجل. نعم. والتعلق به نعم. ومدى العصيان أيضا. مدى العصيان، أحسن. نعم. فمتى ما كان المؤمنون أكثر قربة وأكثر تقوى وأكثر طاعة لله عز وجل، كانوا أكثر استحقاقا لنصر الله تبارك وتعالى. نعم. فهو الذي يمنح النصر في كل الأحوال. نعم. جميل الربط، جميل وتأكيد، وهذا كله طبعا يندرج إلى التوحيد الذي بدأت فيه الآية الكريمة. نعم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. وهذا من الحي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، مش كده؟ نعم. هذا من أعظم الأدعية، يعني إنسان يدعو بهذين الاسمين. هنا سبحان الله أيضا يشير الله عز وجل إشارة عجيبة في قضية يعني مصير الكفار ومصير المنافقين ومصير المؤمنين. نعم. قال سبحانه أفمن اتبع رضوان الله يا الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. تعليقكم حول هاتين الآيتين الجميلتين. نعم. هنا سبحان الله، يعني بعد كل هذا الحديث عن المنافقين وعن المؤمنين وعن علل التدين، قضايا التقصير وقضايا الهزيمة وقضايا النصر وكذا، في النهاية الله سبحانه وتعالى يرسم لنا مسار المنهاج. هنالك الطريق الأول هو صراط الله المستقيم، فمن سلك هذا الدرب كان من الناجين، كان من الفائزين، كان من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط. الطريق الآخر هو طريق السخط، طريق المغضوب عليهم، طريق الضالين، طريق الذين اتبعوا ظن الجاهلية. نعم. إلى غير ذلك. هذا الذي عليه سخط الله سبحانه وتعالى. فأنت كأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك والله يا أخي التحفيز هنا والتحذير هنا، وأنت طبعا بطبيعة الحال العاقل هو من سلك طريق الرضوان واجتنب طريق الشيطان. ثم قال هم درجات عند الله. هنا والله أعلم، وكأنما الذين يسلكون طريق الرضوان، لأن الحديث هنا عن درجات وليس عن دركات، كأنما الله تبارك وتعالى يقول هؤلاء الذين اتبعوا رضوان الله ليسوا سواء، فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، وهم درجات، هم درجات عند الله سبحانه وتعالى. على رأسهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة، فهو أحسبه أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. نعم الله. وهناك آخرون 70 شهيدا، فأكيد تتفاوت درجاتهم، لكن كلهم اتبعوا رضوان الله، كلهم الذين قتلوا في أحد كلهم ماتوا من أجل الله. الله أكبر. فكأن الله يقول فمن اتبع رضوان الله، يعني لا تظنون هؤلاء الذين ماتوا يعني ذهبوا دون أن يكون لهم أي فضل، بل لهم فضل، بل درجات عند الله. وأشار إلى أهل الإيمان وأهل النفاق بطبيعة السياق. يعني نعم.
هم درجات عند الله والله بما هم درجات عند الله والله بصير بما والله يعملون. بصير ما يعملون. بعدها أتى بآية يعني عظيمة جدا قد تلخص ما سبق ما ذكرناه، وهي فيما يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية في هذا السياق ما سبب ورودها وما الرابط بينها وبينهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون؟ هنا سبحان الله يعني الراحل فريد الأنصاري المغربي يقول: هذه نعمة القرآن. قد من الله، الآية هذه تحديدا يصنفها ضمن آيات نعمة القرآن ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم. في قلب سورة آل عمران التي فيها الجهاد وفيها الاستشهاد وفيها التضحية وفيها البذل وفيها السير إلى الله وفيها الرضوان من الله سبحانه وتعالى، وفيها في نفس الوقت الحديث عن المنافقين والحديث عن أهل الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى في وسط هذه المعمع يذكرهم بمنة الله عليهم. هذه المنة هي أن بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله يمتن. هناك إذا قال يمنون عليك أن أسلموا، لكن هنا يقول لك الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهنا أعظم امتنان لله سبحانه وتعالى وأعظم نعمة. لو أردنا أن نضع قوائم النعم لن تجد أعظم من نعمة القرآن، ولن تجد أعظم من نعمة الرسالة، ولن تجد أعظم من نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة التي يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: حاجة الناس إلى النبوات أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فإذا كان أنت والله بهذه الحالة بهذه النعمة تنال السعادة الأبدية وتنجو من الشقاء الأبدي، حتى ولو كنت جائع ولو كنت مريض ولو كنت متعب، كل ذلك لا يعني شيء في إطار هذه النعمة التي سبحان الله قد يمن بها الله سبحانه وتعالى على شخص فقير مسكين لا نصيب له من هذه الدنيا. يعني وكأنه يقول نعم. وكأنه يقول: كونكم متم وأصابكم ما أصابكم من الموت والجراح والقرح، صحيح ابتلاء، لكن أمام النعمة الكبيرة التي من الله بها عليكم، نعم، وهي نعمة مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وخروجكم من الشرك إلى الإسلام وموتكم على رضوان الله، أعظم نعمة يجب أن تشكروا نعم. الله عليه. تلك الابتلاءات لا تساوي شيئا عند هذه النعمة الكبيرة. كأنه يقول هذا. نعم، أحسنت، سبحان الله. أحسنت. نعم، لأنه يعني هذا السياق والسباق نعم. ما يتكلم عنه: فبما رحمة لنت لهم ينصركم الله فلا غالب وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم يقول فمن اتبع رضوان. نعم. بعدين يقول لك: لقد من الله على المؤمنين. كأنه يتحدث عن هذا. بعدين قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الله. قلنا طبعا نفس السياق يتحدث عن المنافقين. بعد أن قال هناك هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، هنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ماذا ستعلق على هذا الكلام الجميل يا شيخ حسن في هذا السياق الرائع الذي يؤكد فيه، لأن الجو جو حزن، قتل حمزة، قتل مصعب بن عمير، 70 شهيدا، بكاء عويل، شعور بالنبي عليه السلام، الوجه عليه دم، حلقتان من حلقات المغفر دخلتا في وجنتيه، سقط في حفرة، قاتلت دونه النساء. الجو العام جو حزن، جو يعني هناك قال ولا تهنوا ولا تحزنوا، في حزن، في شعور كذا بالاستعداد للوهن والهزيمة. تأتي هذه الآيات، ما تعليقكم؟ طبعا سبحان الله شيخ برهان، منطق القرآن الكريم وطريقة القرآن في تناول الموضوعات فريدة، شيء عجيب. لاحظ الآن لو أنه سرد لك منطق المنافقين أنت تحصل لك حالة من الانهيار. أيوة، لاحظ، لكن ماذا يفعل؟ والإحباط يأتي على أحوالهم، ثم يأتي بقيمة إيمانية حطها في النص، فكأنما أنت والله ماشي في اتجاه اللي فكرة الترغيب والترهيب. سبحان الله. نعم، منهج الترغيب، يعني لا تكاد تجد القرآن يذكر الجنة إلا ويذكر معها النار، مش كده؟ يذكر الهزيمة ويذكر معها النصر. نعم. يذكر النصر ويذكر الهزيمة، حتى يعيش الإنسان في حالة من التوازن. لاحظ الآن مثلا كان الوضع كله حديث عن يعني المنافقين وكذا، ثم دخلنا في أفمن اتبع رضوان الله. نعم. ثم دخلنا لقد من الله. نعم. ما شاء الله عرفنا. طيب هنالك قضية، كيف إذن والله امتن الله علينا وبعث فينا رسول وأنزل فينا كتابه، كيف نهزم؟ هو التساؤل كان كيف نهزم وفينا رسول الله، كيف نهزم وفينا أبو بكر، مش كده؟ قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هو عند أنفسكم. هذه جرعة الآن. نعم. جرعة يديك لها مع الشوكولاتة بتاعت لقد من الله. فيعالج الاختلال، ثم يرجع مرة أخرى إلى أحوال المنافقين، مش كده؟ لاحظ مباشرة تكلم عن قضية الاستشهاد، تكلم عن قضية الاصطفاء، ثم تكلم أيضا مرة أخرى ليعود بنا إلى أن والله موضوع الاستشهاد وموضوع الذين قتلوا والذين تحز في النفس أيضا فقدانهم، أراد الله عز وجل أن يؤكد معنى ثبته في سورة البقرة، لكن هنا أيضا أتى به بصياغة أخرى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وقراءة ولا تحسبن، يعني لا تعدهم ولا تظن بهم، لا تحسبهم ولا تحسبهم. أيوة، بل أحياء عند ربهم يرزقون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبحان الله مبين أو مفصل لبعض المعاني، يعني اعتبر أن من قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى فإن أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وهذا خاص بالشهداء. هذا بالشهداء. نعم. ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. سبحان الله. لاحظ أرواح عجيبة. فالله سبحانه وتعالى هنا نسأل الله عالج كذلك الوضع الخاص، عالج الوضع الخاص الذي يمر به المكلوم ويمر به من فقد عزيز كم من الناس مكلومة الآن في غزة. صحيح. لكن سبحان الله من يعود إلى القرآن الكريم ويسمع هذه الآيات ويجد فيها هنا يقول لك والله يا أخي لا، بالعكس، هؤلاء الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، منتظرين، يعني هم يقولون ليت إخواننا يعلمون ما نحن فيه. صحيح. فجاءت هذه الآيات عبارة عن تسلية، وعبارة عن تشويق، وعبارة عن معالجة لعلل النفوس وآلامها وأحزانها، حتى لا تكون النفوس هذه كثيرة ولا تستطيع أن تقدم لدين الله. لا، والله عز وجل يريدك أن تكون تتجاوز هذه المحن وتتجاوز هذه الآلام، وتعتبر بأن كل ما يبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى لا شيء مقابل رضوان الله، مقابل اتباع منهج الله سبحانه وتعالى، مقابل أن ننال الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى جميل للمحسنين. هنا أيضا في سياق إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، توجيهكم شيخ حسن
في من يخوف الآن أهل غزة، ويخوف مثلا أهل الشام، ويخوف المؤمنين بأن أمريكا تملك أسلحة وعتادا، كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قريش تجهز جيشا في حمراء الأسد وتريد أن تكر عليكم وتقضي عليكم بأسلحتها وعتادها، وأنتم في منتهى يعني التعب، في منتهى يعني، فننصحكم بالعودة وننصحكم بكذا. وهذا اليوم يقال أيضا في الساحة: استسلموا وسلموا أسلحتكم وارضوا بما ابتليتم به، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هل هذا ينطبق على هذا الكلام؟ هو القرآن الكريم كما نص أهل التفسير، حتى وإن كانت عباراته خاصة أو مخصوصة، إلا أن العبرة عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإلا لاحتجنا إلى رسول في كل زمن. وإلا لاحتجنا، أعد كلمتك. ولذلك سبحان الله، وإلا لاحتجنا إلى رسالة في كل زمن، واحتجنا إلى رسول في كل فترة. انتهت فكرة تجديد الرسالات. بقي سبحان الله النص القرآني. لاحظ سبحان الله جمالية النص القرآني تكمن في التجريد. يا سلام. بمعنى لو أنه والله في هذا المقام نص على أسماء وأفراد وأشخاص وكذا لكان خاصا بهم، كان خاصا بهم. نعم. لكن سبحان الله تجريد كامل. وبالتالي ستظل المعركة الرئيسية على وجه هذه الأرض بين الشيطان وأوليائه. إنما ذلكم الشيطان، والشيطان باقي إلى قيام الساعة. أيوة، هذا قال أنظرني إلى يوم يبعث، قال فإنك من المنظرين، ومعه أولياء وأولياؤه موجودين، وبالتالي يتجددون مع كل زمان الصراع ومكان. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهنا لا بد، حتى لو افترضنا يا شيخ برهان، لو افترضنا أن أهل الإسلام وصلوا إلى مرحلة العجز المادي، نعم، لكن القرآن يأبى عليهم مرحلة التسليم القلبي للكافرين. يعني أنت في قمة الفقر وفي قمة عدم الإمكانات، قلبك معلق بالله، وأنك توقن بأن الباطل إلى زوال، وأن الحق إلى إيه؟ إلى ظهور وإلى استمرار وتمكين. هذا يظل يقين بالنسبة للمسلم. لكن ماذا يريد بك أهل النفاق؟ يريد بك أهل النفاق أن تستسلم، أن تتراجع، أن لا تجاهد في سبيل الله، أن تدخل في الاتفاقيات الإبراهيمية، أن تعمل على محو كل ما يتعلق بمجاهدة الكافرين ومدافعتهم وإظهار باطلهم وإظهار مساوئهم، كل ذلك. فالقضية ليست، لا يراد منها كما يقولون هم الآن كأنما حسبة سياسية وحسبة عسكرية، إنه والله يا حاليا الوقت ليس وقت. لا، الأمر ليس كذلك. لو كان والله فقط هذا لقلنا أن الخلاف بيننا وبينهم هو خلاف في حسابات إيه؟ في حسابات المعركة. لكن الأمر ليس كذلك. هم لا يريدون لراية الحق أن تعلو، ولا يريدون للإسلام أن يحكم، بل يريد للشيطان وأوليائه كما هو في جزيرة أبستين أن يسودوا العالم. الله المستعان. لذلك اليوم هم يضربون بلاد المسلمين، وإن كانت إيران، كان النظام الإيراني قد يعني أفسد وقتل إخواننا في سوريا والعراق واليمن، إلا أن تظل أرض إيران أرض إسلامية. وهؤلاء المجرمون أمريكا والصهاينة يريدون ضرب المسلمين أيا كانوا، لا يهمهم هل هم شيعة أم سنة، لكن طالما هذه الدولة إسلامية قوية فلا يريدون أن تبقى. وبسط نفوذهم على أرض الإسلام. نعم. بسط سيادتهم على أرض الإسلام، مع أن إيران طبعا بسلوكها وأساليبها وطريقتها التي سلكتها للأسف الشديد هي أوصلت الناس إلى هذا المستوى اليوم. وإلا ربما لرأينا الشعوب اليوم كانت تتعاطف بشكل هائل جدا مع الحالة صحيح، مع حالة إيران. نعم. لكن إيران مع الأسف النظام الصفوي قتل إخواننا وأفسد وفعل ما فعل. الله المستعان. هنا كأن الآيات تعني ترامب وتعني نتنياهو وتعني الذين يميلون إليه. نعم. وهذا من عدل القرآن، أنه كما يوجه المؤمنين ويحذر المنافقين كذلك يبين عوار الكافرين. نعم. أنا يبدو لي هكذا وأنت شيخي. قال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. وهذا حقيقة
فيه إملاء وفيه أيضا يعني استدراج لترامب. وأنا أستمع إليه بالأمس يقول لدينا قوة شديدة وقوة عظيمة ستقضي على قوة إيران وعلى أي قوة في تلك المنطقة. يتكلم يقول لدينا صواريخ ولدينا كأنما هو يذكرني بقول عاد لما قالوا من أشد منا قوة. وصلها نعم. ها؟ وهكذا يقول. نعم. وهكذا. والعياذ بالله. ولذلك نحن سبحان ونسوا قوة الله عز وجل. كلما ذهبوا في طغيانهم وكفرهم وأعلنوا أنهم لا أحد فوقهم أيقنا أنهم إلى زوال. وهذا القرآن يعني يتلى عليهم. نعم. ويخاطبهم. نعم. ولا يحسبن الذين كفروا أمثال ترامب ونتنياهو نعم أنما نملي لهم نعم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. تعليقكم. نعم. هنا طبعا الآيات سبحان الله كأنه بعد ما اتكلم عن الشهداء وتكلم لابد أيضا أن تكون الصورة على مستوى التصورات واضحة. يعني مثلا بعض الناس يدعو إلى الله، يجاهد في سبيل الله، ينفق في سبيل الله، يجتهد في هداية الناس كذا، ومع ذلك يرى الباطل ينتشر والباطل يذهب ويتحرك ويحز في نفسه. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كم آيات تتحدث فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مش كده؟ لعلك باخع نفسك. لعلك باخع. فالله سبحانه وتعالى بعد كل هذا يقول الله هنالك من أعد لجهنم والعياذ بالله وذاهب بأعماله إليها، ذاهب بطغيانه إليها، ذاهب بغروره إليها. فهؤلاء خلاص بعد أن تبذل ما تبذل وتجتهد معهم وتحرص على هدايتهم وتحرص على جهادهم وتحت أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ماذا تفعل؟ ليس أمامك إلا التسليم بقضاء الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل هنا في ربط خطير جدا، وهو أن هؤلاء يعني الذين أحيانا يمدهم بالأموال ويمدهم بالبسطة في الحياة ويمدهم بالخيرات يظنون أنهم أحيانا على الحق. هذه الإشكالية، لأن يعني على طريقة كما جاءت في سورة الفجر بعض الناس يتصور بأن الله أكرمني ربي، ليش أعطاني أموال، أعطاني سلاح، أعطاني إذا الله يحبني، بينما هذا نوع من الاستدراج. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذه الفئة المغرورة بأنها في نهاية المطاف يستدرجها الله سبحانه وتعالى، فإذا أخذهم عزيز مقتدر. شيخ حسن سلمان، أشكركم على هذا البيان الطيب المبارك في هذه السورة الطيبة التي تتحدث عن واقع كأنه واقعنا. مشاهدي الأكارم، بقي معنا قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يا ترى من هو الخبيث ومن هو الطيب؟ هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله فيما تبقى لنا من آيات لنبين مقاصد هذه السورة العظيمة. تابعونا في الحلقة القادمة، سألنا الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يردنا إلى ديننا وإلى إيماننا وإلى كتاب ربنا، وأن يوفقنا للعمل به حكاما ومحكومين. لا يستطيع الشعوب أن يعودوا إلى ربهم دون حكامهم، ولا يمكن يعود الحكام إلى دين ربهم أيضا دون شعوبهم. فالنداء يا أيها الذين آمنوا هكذا حكاما ومحكومين: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ باسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى